السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد إزاي أقدر أحدد عيوب العفشة، الطقطقة والتخبيط. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو حسيت فعلا إن الفيديو فادك. زي ما قلت لكم في أول الفيديو، تحديد العيب أو إزاي أقدر أحدد عيوب العفشة. وتحديد عيوب العفشة يا جماعة هي العفشة أجزائها فك وتركيبها سهل. يعني انت ممكن تقدر تفك وتركب اي جزء في العفشه من غير صعوبه، بمعنى صح او سهل. امال تحديد العيب ذات نفسه هو اصعب من الفك والتركيب. وطبعا زي ما قلنا كتير جدا في فيديوهاتنا، حددت العيب حليت المشكله بنسبه 99% من حل المشكله هي تحديد العيب. طبعا احنا النهارده طالعين نتكلم ليه على القصه دي. انا امبارح جالي اكتر من عربيه فيها مشكله، والعربيه دي اتغير. يعني مثلا اول عربيه جات لي كانت عربيه تيجو، والعربيه التيجو دي غيرت مساعدين وغيرت بيض مقص وغيرت اتياش، والعفشه تعتبر كلها جديده. وبرغم كده هو بيسمع صوت طقطقه مع الحركه او مع المطبات. وطبعا لما رفعت العربيه وكشفت عليها بصيت، قلنا العربيه كلها كانت سليمه. بس برغم كده لما بيجي ياخد مطب مع العربيات تتحرك كلها كده بجنب يحصل صوت طقطقه. طبعا حد قال له اخر حاجه، قال له دي مشكله في علبه الدركسيون. فطلعت جربت العربيه وبفضل الله طلعت مشكله في كاوتشتين الميزان. دي اول عربيه. تاني عربيه جات لي كانت اللي هي العربيه دي كانت عربيه ام جراند. والعربيه دي يا جماعه صاحبها غير اتياش ميزان وبيض مقص وجلب مقصات وبارات. وبرغم كده برضك وهو ماشي يسمع صوت بق 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 على الاسفلت وفي المطبات. ولما يكون العربيه طالعه الصبح الصوت بيبقى يزيد، او العربيه اتركنت شويه الصوت يزيد. طبعا انا طلعت جربت معاه بفضل الله لقينا المشكله في المساعد. زي انا عايز اوريكم المساعد طالع عامل ازاي. قلنا قبل كده كتير جدا في فيديوهاتنا مش شرط يكون المساعد ضارب زيت يا جماعه. المساعد ممكن يبقى بايظ بكذا طريقه. وانا قبل كده عملت لكم فيديو ازاي اقدر احدد المساعد بايظ. 6 طرق ممكن، او 6 طرق او 7 طرق المساعد ممكن يبقى بايظ بيهم، يعني او 6 اشكال. من ضمنهم الشكل اللي هو الاساس الناس بتحدد عليه اللي هو المساعد ضارب زيت. المساعد ضارب زيت قلنا قبل كده ممكن يبقى المساعد ضارب زيت، ممكن يبقى المساعد محجر، ممكن يبقى المساعد خفيف جدا، ممكن يبقى المساعد القلب بتاعه بيخبط، كذا حاجه. ممكن يبقى المساعد بالشكل اللي انا هوريه لكم ده دلوقتي. تعالى بص هنا دلوقتي، دي المساعد اهو. المساعد طبعا مش معرق زيت خالص. اللي يبص على المساعد يقول لك المساعد ده سليم ما فيهوش اي مشكله. وده طبعا اللي خلى صاحب العربيه الصنايعي يغير له الحاجات اللي احنا قلنا عليها، لان المساعد مش ضارب زيت. بصوا يا جماعه ده المساعد اهو. انا لو رفعت المساعد لفوق كده المساعد مش هيطلع. نزلت المساعد نزل معاه. بصوا بقى لو انا جيت اطلعه مش هيطلع خالص. بصوا مساعد قافش، مساعد محجر. طبعا علشان المساعد محجر، ايه اللي بيحصل لما العربيه بتيجي تاخد مطب؟ بق بق بق. ليه؟ لان هو السوسته بتشد المساعد بالعافيه. السوسته بتشد المساعد بالعافيه. بص انا انزل لكم المساعد اهو علشان اقدر يعني عشان اقدر ارفع الاكس. بصوا يا جماعه بكل قوتي علشان اقدر يعني ايه، اقدر اطلع الاكس من مكانه. يبقى دي مشكله من ضمن المشاكل اللي ممكن تصرف عليها حاجات كتير جدا، وفي الاخر تلاقي المشكله بعيده عن الاجزاء اللي انت غيرتها. تعال نتكلم في الجزء في عربيه هونداي. والعربيه دي كان فيها مشكله في التزييق. العربيه بتزيق وكان فيها مشكله في علبه الدركسيون. طبعا احنا صلحنا العلبه، وكان عندي مشكله تزييقه في الجنب اليمين الجنب الشمال اول حاجه، وكانت المشكله في البطاحه. غيرنا البطاحه وكان في تزييق تاني، ما زال التزييق موجود. طبعا احنا فكينا العفشه كلها، رجعنا عليها من الالف للياء، مساعدين كل حاجه. وفي الاخر طلع العربيه
صوت التزييق في جلبه مقص من الجلبه ما كانتش مقطوعه، بس الجلبه ناشفه بتعمل صوت تزييق. طبعا الحمد لله بفضل الله بردك العربيه دي قعدنا فيها حوالي اكتر من 4 ساعات او 5 ساعات عشان نقدر نحدد المشكله. هنا بقى العربيه دي جات لي انا على طول، ما راحتش لحد غيري. الحمد لله بفضل الله العربيه دي كلها ما غيرناش فيها غير بطاحه بس، ما غيرناش فيها اي حاجه تاني. وانا بقول الكلام ده مش بشكر في نفسه ولا حاجه، يعني بيجي لي شغل كتير جدا من ورا ناس بيبقى مغير اجزاء كتير زي العربيه الجيلي دي وزي العربيه التيجو، فاهم؟ وبيبقى العيب بسيط جدا جدا. يعني راجل صاحب العربيه التيجو ده جاي علشان يصلح علبه الدركسيون، مش جاي علشان هو يعمل العيب اللي هو عنده. طلعت جربت معاه قلت له ده مش عيب، عيب الدركسيون. يبقى اهم حاجه يا جماعه تحديد العيوب، هي اهم من فك وتركيب اي جزء من اجزاء العفشه. ده فيديو يا رب يكون عجبكم. قبل ما تفك اي حاجه لازم تتاكد منها ان كان هي بايظه ولا لا. شكرا ليكم في قناه مواد سيارات، مع وليد حسين، ورب ما تبخلوا عليها باللايك.